السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب سنة تالتة اعدادي، ورجعنا لكم في فيديو جديد. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن سؤال مهم ودايما موجود معنا في الامتحانات، وهو سؤال الخرائط. لو جينا وبصينا كده على منهج تالتة اعدادي، لو في سؤال خرائط عندنا، والسؤال الخرائط موجود بنسبة 99%. طب لو في السؤال الخرائط ده هيسألنا عن ايه الخريطة اللي هيسألنا عليها؟ قال لك والله الخريطة اللي ممكن يسألنا عليها هيجيب لك خريطة العالم ويسألك فيها عن شوية حاجات هنقولها مع بعض، او خرائط الدول المقررة عليك اللي هما الدولتين، حسب الدولتين المقررين عليك. زي مثلا نيجيريا والهند، يبقى متوقع في الامتحان بتاعك يجيب لك خريطة العالم، او عادي جدا يجيب لك خريطة نيجيريا او الهند. في فيديو النهارده ان شاء الله بقى هنتكلم شويه عن الخرائط، وبالبلدي كده هنفصص الخرائط دي معانا. واول خريطه نبدا بيها وهي خريطه العالم. نحط قدامنا كده خريطه العالم وهنتكلم على حاجات بسيطه. لو بصينا على رقم 1 و2 و3 هنلاقي دي نوع من انواع الزراعه البدائيه، او اسمها التاني الزراعه البسيطه، 1 و2 و3. اما بقى رقم 4 و5 و6 دي اسمها الزراعه التجاريه وعلميه. طب بعد كده 6 و7 و8 و9 دي الزراعة الفاضلة اللي هي الزراعة الكثيفة. يبقى الزراعات تاني بسرعة: 1 2 3 دي بدائية أو بسيطة، 4 و5 و6 على الخريطة قدامك الخريطة اهو شوفها، دي زراعة تجارية وعلمية. 6 و7 و8 و9 زراعة كثيفة. يبقى طبعا هيسألك على أي نوع من أنواع الزراعة، ومتوقع جدا عادي. طب هنسألك، ممكن يسألك عن القارات، يجي يقول لك أولى قارات العالم في إنتاج كذا. لو بصينا على رقم 10 فهي قارة آسيا، أولى قارات العالم إنتاجا للقمح والقطن والمطاط كمان. طب رقم 11 ممكن يسألك عليها، يقول لك أولى قارات العالم إنتاجا لإيه؟ رقم 11 دي قارة أستراليا، أولى قارات العالم إنتاجا للبوكسايت والصوف. لو بصينا على رقم 12 على الخريطة هنلاقي إنها قارة أوروبا. وقارة أوروبا ممكن يقول لك أولى قارات العالم إنتاجا للغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، وجايب لك رقم 12 مثلا دي كده على الخريطة اللي احنا لسه بنقول عليها اللي هي قارة أوروبا. طب رقم 13 دي البرازيل. طب ممكن يجي لك إيه؟ يقول لك أولى دول العالم في إنتاج السكر اللي هي البرازيل. رقم 14 على الخريطة مكانها دي الهند، ده إيه؟ دولة الهند. وممكن يجي لك أولى دول العالم إنتاجا للألبان. رقم 15 معانا على الخريطة دي هي شيلي، هي دولة إيه؟ شيلي. وممكن يجي لك يقول لك أولى دول العالم إنتاجا للنحاس، وهي دولة شيلي. دي خريطة العالم. طب نجيب خريطة عالم تانية ونتكلم عليها شوية برضو ونفصصها. لو جبنا بقى خريطة عالم تانية جديدة غير اللي احنا كنا متكلمين عليها، فلو بصينا على رقم 1 على الخريطة دي دولة الصين. فممكن يجي يقول لك في الامتحان أولى دول العالم في الشاي أو القطن أو القمح، أغنام، أسماك، لحوم حمراء، فحم، حديد. دي دولة الصين على الخريطة. شوف مكانها على الخريطة وركز، رقم 1 على الخريطة. رقم 2 يجي يقول لك أولى دول العالم في الألمنيوم أو الغاز الطبيعي أو الدواجن. لو بصينا على رقم 2 على الخريطة هي الولايات المتحدة الأمريكية. رقم 3 أولى دول العالم في إنتاج البترول. رقم 3 لو بصينا على الخريطة كده هي دولة السعودية. دولة إيه؟ السعودية. وممكن ما يجيش يقول لك أولى دول العالم أو يسألك على كده، لا، تلاقيه جايب لك مثلا رقم 1 على الخريطة ويقول لك إقليم صناعي. زي هنا لو بصيت على الخريطة اللي قدامك دي على رقم 4 يجي يقول لك إقليم صناعي. رقم 4 ده إقليم صناعي شمال شرق الولايات المتحدة. ولو بصينا على رقم 5 إقليم صناعي غرب ووسط أوروبا. ورقم 6 برضو إقليم صناعي، ده إقليم روسيا وأوكرانيا. طب لو بصينا على الخريطة على رقم 7 يجي يقول لك إقليم صناعي، ده إقليم صناعي شرق آسيا. وممكن ما يتكلمش على الإقليم الصناعية، ممكن يجي لك منطقة رعي بدائي ويجيب لك رقم 8 دي اللي هي ايه؟ منطقة الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية. ممكن يجي رقم 9 يتكلم برضو على الرعي ويقول لك نوع الرعي السائد. 9 دي اللي هو في شمال أفريقيا اللي الرعي السائد فيها رعي بدائي. طب رقم 10 ورقم برضو 11 يسألك برضو يقول لك نوع الرعي السائد. هنا في رقم 10 و11 الرعي السائد هو الرعي التجاري. طب رقم 12، رقم 12 مكانها على الخريطة كده اللي هي مصر. يجي يقول لك أولى دول أفريقيا، ركز، أولى دول أفريقيا في إنتاج البنجر والرز هي إيه؟ مصر. رقم 13 ممكن يكلمك عن أفريقيا عموما ويقول لك هي تاني قارات العالم في إنتاج المطاط الطبيعي، هي قارة إيه؟ أفريقيا. يبقى هنا عرفنا إن ممكن يجيب لك في أول حاجة خريطة العالم ويسألك فيها عن شوية حاجات: أولى الدول، أولى القارات، إقليم صناعي،
الرعي ده موجود فين، الزراعة البدائية ولا الكثيفة ولا التجارية موجودة فين. ده خريطة العالم. الجزء التاني من الخرائط بقى اللي احنا بنتكلم عليه هي خرائط الدول المقررة عليك. فلو بصينا كده على خريطة أول دولة معانا وهي نيجيريا، لو بصينا كده على خريطة نيجيريا وبصينا في الشمال هنلاقي بيحدها من الشمال دولة النيجر. دولة ايه؟ النيجر. طب على اليمين كده حدود نيجيريا من على اليمين هنلاقي فوق دولة اسمها تشاد وتحت دولة اسمها الكاميرون. طب لو بصينا على الغرب هنلاقي هي دولة واحدة بتحدها وهي بنين. دولة ايه؟ بنين. طب لو بصينا في الجنوب هنلاقي في الجنوب بيحدها تحت كده المحيط الأطلنطي، وفوق على الشمال حاجة بسيطة خليج اسمه خليج غينيا. طب ركز في الدول اللي بتحيط بنيجيريا كده، وممكن يجي لك سؤال حلو في الامتحان يقول لك انهي دولة من الدول دول عندها اقصر حدود مع دولة نيجيريا. لو بصينا على حدود الدول دي كلها هنلاقي ان اقصر حدود هي دولة تشاد. دولة ايه؟ تشاد. طب نبص على نيجيريا من جوه. في جنوب نيجيريا هنلاقي حاجة اسمها دلتا النيجر. دلتا ايه؟ النيجر. هتلاقي طالع منها نهر ده اسمه نهر برضو النيجر، ولكن هنلاقي طالع من النهر ده رافد ناحية اليمين. النهر ده بنسميه نهر بنوي. نهر ايه؟ بنوي. وتحت النهر ده بشوية بنلاقي مرتفعات اسمها مرتفعات اوموس. مرتفعات ايه؟ اوموس. طب فوق نهر بنوي بشوية بنلاقي هضبة اسمها هضبة جوس. هضبة ايه؟ جوس. يبقى هنا ممكن يجي لك في الامتحان يقوم قايل لك رقم 1 وعامل لك عند خليج غينيا. رقم 1 ده خليج ايه؟ غينيا. رقم 2 مثلا عامل لك تحت شوية عند المحيط الأطلنطي. ممكن يسألك على هضبة جوس أو نهر بنوي، أو ممكن يسألك على مدن نيجيريا. لازم تكون عارف مكان مدن نيجيريا. وأول مدينة معانا وهي مدينة لاجوس. مدينة إيه؟ لاجوس. مدينة لاجوس دي موجودة على ساحل خليج غينيا. مدينة لاجوس اللي احنا بنقول عليها العاصمة القديمة أو العاصمة الاقتصادية موجودة على ساحل غينيا. بعدها بيجي مدينة تانية بتبعد حاجة بسيطة عن لاجوس فوق شوية على اليمين، هي مدينة إيبادان. إيبا إيه؟ دان. ودي بتيجي رقم 2 في الأهمية بعد لاجوس. أو يجي يقول لك تعد مركز للتجارة والتعليم والمواصلات وعامل لك عليها مثلا رقم 2 مدينة نقط. هي مدينة إيه؟ إيبادان. طب لو بصينا ناحية إيبادان بس فوق شوية هنلاقي مدينة اسمها أبوجا، ودي العاصمة الحالية. وارد جدا تلاقي جايب لك رقم 1 أو 2 العاصمة الحالية اللي هي ايه؟ مدينة أبوجا. في مدينة كمان لازم تبقى واخد بالك منها، قليل ما بيجيبها بس لازم تكون عارفها، وهي مدينة في الشمال اسمها مدينة كانو. مدينة ايه؟ كانو. كده احنا نعتبر فصصنا خريطة نيجيريا واتكلمنا على كل النقط المهمة في خريطة دولة نيجيريا. تاني دولة هنتكلم عنها وهي دولة ألمانيا. ودولة ألمانيا مليانة شوية. خريطة دولة ألمانيا قصدي مليانة شوية، فلازم تكون مركز فيها وفي حدودها كمان. لو جبنا خريطة ألمانيا وبصينا فوق كده هنلاقي ان في دولتين فوق. على اليمين دولة اسمها السويد، وعلى الشمال دولة تانية اسمها الدنمارك. دي الدول من ناحية الشمال. وبرضو لو بصينا من ناحية الشمال عند ألمانيا هنلاقي البحر البلطي على اليمين، وفي بحر الشمال على الشمال. طب لو بصينا على حدود ألمانيا من ناحية الشرق هنلاقي ان من فوق كده دولة بولندا، بيجي تحتها على طول دولة التشيك. دي حدود ألمانيا من ناحية الشرق. طب لو بصينا في الجنوب هنلاقي في الجنوب في النمسا، وجنبها ناحية الشمال سويسرا. دولة ايه؟ سويسرا. طب لو بصينا ناحية الغرب بقى، لو جبناها من فوق هنلاقي هولندا، بعدها بلجيكا، بعدها لوكسمبورج واخدة حتة صغيرة كده، بعدها فرنسا. ما شاء الله خريطة ألمانيا دسمة شوية. يبقى دي حدود دولة ألمانيا. طب نتكلم جوه ألمانيا بقى. قالك لو بصيت جوه ألمانيا وهتلاقي جاي لك في الشمال مثلا رقم يقول لك 1 سهل نقط في الشمال، ده السهل على طول، السهل الألماني. السهل الايه؟ الألماني. طب نيجي يقول لك في أنهار بتجري في السهل الألماني. قالك لو بصيت على اليمين هتلاقي نهر اسمه نهر إلب. نهر ايه؟ إلب. وفي النص في نهر اسمه نهر فيزر. نهر فيزر. وجنبه على الشمال في نهر اسمه نهر الراين. والتلاتة بيصبوا في بحر الشمال. طب نبص كده تحت في انهار. في انهار تحت في انهار تحت. نهر اسمه نهر الدانوب. نهر اسمه نهر ايه؟ الدانوب. ولو بصينا على اقصى جنوب المانيا هنلاقي جبال اسمها جبال الألب. جبال الايه؟ الألب.
وفي جبال ناحية الشرق صغيرة كده اسمها جبال الفوج. دي بقول لكم هي خريطة ألمانيا دسمة شوية، بس احنا كده لمينا كل التضاريس وكل الأنهار وكل الدول اللي حوالين ألمانيا. ناقص حاجة واحدة هنقولها، وهي المدن بتاعت ألمانيا، لأنه وارد جدا لو جايب لك خريطة دولة نيجيريا ألمانيا على حسب الدولة اللي عندك هتلاقي سألك سؤالين عن التضاريس أو الأماكن المحيطة، ونقطتين هيسألك عن المدن. طب مدن ألمانيا هتلاقي جايب لك مدينة في الشمال خالص وعامل لك عليها مثلا رقم 1 ويقول لك من أهم موانئ ألمانيا هي مدينة هامبورغ. مدينة ايه؟ هامبورغ، ودي فوق على الشمال خالص. يجي تحتها شوية كده على اليمين يقول لك العاصمة السياسية، وعامل لك كده رقم 2 عليها. العاصمة السياسية هنا هي مدينة برلين. مدينة ايه؟ برلين. طب تحت خالص في الجنوب خالص عندنا مدينة اسمها ميونخ، ودي بيلقب عليها عاصمة اقليم بافاريا جنوبا. دي هتلاقيها في الجنوب تحت خالص بعيدة لوحدها. هي هامبورغ وبرلين الاتنين اللي جنب بعض بس، اما ميونخ تحت خالص في الجنوب بعيدة عنهم. دي تاني خريطة معانا. تالت خريطة معانا هي خريطة دولة الهند. دولة ايه؟ الهند. لو بصينا على خريطة دولة الهند كده ونتكلم كالعادة عن حدودها الاول اللي حواليها، لو بصينا ناحية الشمال هنلاقي عندنا 3 دول. هما الصين واخدة مساحة كبيرة. حدود الهند هنلاقي الصين واخدة مساحة كبيرة فيها الصين، وعندنا دولة نيبال، ودولة تانية صغيرة كده بوتان هتلاقيها على اليمين كده. وبما ان احنا في المنطقة دي لازم نتكلم عن جبال مهمة جدا، وهي جبال الهيمالايا اللي هتلاقي معمول عليها الاسهم دي، جبال الايه؟ الهيمالايا. طب لو بصينا ناحية الشرق، هنلاقي دولة بنجلاديش، ودولة بنجلاديش دي معظم حدودها داخل الهند. هنلاقي دولة تانية اسمها ميانمار، هي على يمين بنجلاديش، بس فرق بينهم اجزاء من الهند وهي تحت شوية. طب لو بصينا ناحية الشمال الغربي، اللي هو فوق على الشمال شوية، هنلاقي دولة باكستان. طب يجي يا مستر يجيب لي مثلا عند دولة باكستان ويعمل لي واحد نهر. عند دولة باكستان في نهر اسمه نهر السند. نهر الايه؟ السند. طب تحت بقى يا مستر عندنا ايه تحت في الجنوب؟ قالك والله في الجنوب عندك في الجنوب خالص تحت خالص المحيط الهندي. اما في الجنوب الشرقي تحت بس على اليمين بقى شوية خليج اسمه البنغال، وتحت على الشمال شوية في الجنوب الغربي بحر اسمه البحر العربي. فتلاقي اصلا دولة الهند واخدة شكل مثلث مقلوب كده او جبل مقلوب كده. طب نتكلم شوية على تضاريس الهند. لو جه قالك في نص الهند وحاطط رقم يقولك دي هضبة، على طول دي هضبة الدكن. بيجي بعدها تحتها نهرين، نهر اسمه جودافاري ونهر اسمه كريشنا. نهر جودافاري ونهر كريشنا. طب تحت كده هنلاقي عندنا نوعين جبال موجودة ناحية اليمين، وجبال قبالها الناحية التانية ناحية الشمال. جبال ناحية اليمين هي جبال الغات الشرقية، اما جبال ناحية الشمال هي جبال الغات الغربية. نرجع للغات الشرقية. قالك لو بصيت على جبال الغات الشرقية هتلاقي موجود جنبها على اليمين ساحل اسمه ساحل كروماندل. الناحية التانية الجبال الغات الغربية عندها ساحل اسمه ساحل ملبار. يبقى تلاقي جايب لك على الخريطة، جاب لك في الهند تحت خالص كده على اليمين كاتب لك 1 جبال، يبقى جبال الغات الشرقية على طول. كاتب لك 1 ساحل، يبقى ساحل كروماندل على طول. الناحية التانية قبالها على طول على الشمال كاتب لك 1 جبال، يبقى جبال الغات الغربية على طول. طب كاتب لك ساحل، يبقى ساحل ملبار. وفي تحت كده عندنا نهر صغير اسمه نهر كوفري. نهر ايه؟ كوفري. تحت بقى الجبال الغات الشرقية والغربية. وفي مضيق بيفصل جزيرة اسمها سيلان، هو مضيق بيلك. لازم تركز، صعب يجيبها لك، بس لو اللي حاطط الامتحان عايز يرخم شوية ممكن يجيبها لك. مضيق اسمه مضيق ايه؟ بيلك. احنا كده اتكلمنا عن خريطة العالم وفصصنا كل حاجة في منهج تالتة اعدادي جاي عن خريطة العالم. اما في الدول احنا ادينا مثال ب3 دول، خرائط 3 دول، وهم نيجيريا، ألمانيا، الهند. نتمنى تكونوا استفدتوا معانا من فيديو الخرائط وتركزوا في الخرائط جدا وتراجعوها كويس، لان ده اول سؤال هتقابله في الامتحان، وسؤال مفروض تبقى انت ضامنه 99% جاي في الامتحان.
ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كان معاكم مستر احمد جمعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.